اللي قبلنا قالوا الضحك من غير سبب قلة أدب، بس أنا باقول لك إن الضحك بسبب أو من غير سبب في أيامنا دي هو وسيلة الدفاع الأولى ليك ضد الجنون، فاضحك وما يهمكش. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج ريل دراما. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن أفضل 7 أفلام كوميدية من وجهة نظري. رقم 7 معانا في الترتيب وهو فيلم ذا نيكد جان، فيلم مبني على كوميديا سخيفة جدا بس عبقرية في نفس الوقت. الفيلم ببساطة بيحكي عن شرطي معتقد إنه يقدر يحل أي قضية في الدنيا، لكنه مثال للفوضى والفشل مع بعض، إلا إن كل حاجة غلط بيعملها بتتسبب إن القضية اللي شغال عليها بتتحل لوحدها، وهي دي الكوميديا اللي في الموضوع. رقم 6 معانا في القايمة وهو فيلم ذا 40 يير اولد فيرجن، وهو واحد من احلى افلام ستيف كاريل. بيحكي عن راجل عنده 40 سنه لكنه خام جدا وما عندوش اي تجربه في الحياه تذكر. علاقاته الوحيده بمجموعه من اصدقائه في الشغل والالعاب بتاعته في البيت، وعن طريق اصحابه بيحاولوا يخلوه يرتبط ويغير من شخصيته الخجوله باي شكل كان، ومن خلال رحله بحثه عن التغيير بيكتشف نفسه الحقيقيه. فيلم ممتع جدا. رقم 5 معانا في القايمه وهو فيلم جوست باسترز 1984. انا بحب النسخه دي بالتحديد بين كل الاجزاء، الضحك فيها كان غريب ومميز. الفيلم ببساطه بيحكي عن مجموعه علماء غريب الاطوار بيبتكروا بعض الاختراعات عشان يطاردوا بيها الاشباح. انا بالنسبه لي الجزء ده ايقوني بمعنى الكلمه. رقم 4 معانا في القايمه هو فيلم دمب اند دمبر. الفيلم ببساطه بيحكي عن اتنين اغبى من بعض في رحله عبثيه بتهين الجاذبيه العقليه، والفيلم ده جيم كاري كان في اعلى مستوياته. ومعانا كالعاده في سلسله الشرف الافلام اللي ما انضمتش للقايمه، اول فيلم فيهم ذا ترومان شو. الفيلم بالرغم من انه كوميدي الا انه بيطرح تساؤل وجودي مغلف بهدوء ساخر. رقم 2 هوريبل بوسس. 3 اصحاب بيقرروا ينتقموا من مديرينهم، بيعملوا خطة وبيلجأوا لمجرم سابق عشان يساعدهم، لكن المضحك لما خطتهم بتفشل ويتورطوا اكتر مع مديرينهم. رقم 3 زولاندر. فيلم عبثي غريب من افلام بين ستيلر، بس انا بحب الفيلم ده جدا. نرجع تاني لقائمتنا، ورقم 3 معانا في القايمة اوستن باورز انترناشونال مان اوف ميستري. الفيلم ده هو المحاكاة الساخرة لسلسلة افلام جيمس بوند، وبيحكي عن اوستن باورز العميل السري اللي بيحاول يتغلب على عدوه اللدود دكتور ايفل في كوميديا عبثية ملهاش حدود. رقم 2 معانا في القايمة وهو فيلم ذا ماسك. الفيلم ده تجسيد لفرد عضلات جيم كاري حرفيا، فيلم كرتون حي بروح مجنونة، وكفاية انه كان الظهور الاول لكاميرون دياز. واخيرا رقم 1 في قائمتنا ذا هانج اوفر. مجموعة اصدقاء بيروحوا لحفلة توديع عزوبية صديقهم، وتاني يوم من الحفلة دي بيصحوا بيلاقوا نفسهم مش فاكرين اي حاجة عن اللي حصل في الليلة اللي قبلها. مجموعة من المواقف الكوميدية الجامدة جدا بتحصل لهم في رحلة اكتشافهم ايه اللي حصل في الليلة دي. بس كده، دي كانت قائمتي. انا مستني قائمتكم في الكومنتات، ولو ما اتفرجتوش على اي فيلم من القائمة دي اتفرجوا عليه فورا. كان معاكم نادر سيف الدين، سلام.